نحن اليوم نقف هذه الوقفة كصحفيين وكناشرين لنعلن تنديدنا الكامل والمطلق بما اقترفته الأيادي الآثمة ضد حرية الصحافة وضد الصحفيين. ونحن إذ نتضامن مع زملائنا الفرنسيين فإننا نتضامن مع ذواتنا، لأننا نعتبر المجزرة التي اقترفت والعنف الذي اعتمد كان الهدف منه استهداف حرية الصحافة واستهداف مهنة الصحافة واستهداف حرية الصحفي واستهداف الخط التحريري للجريدة. لذلك نقف هذه الوقفة اليوم لنعلن للرأي العام الفرنسي أن ما اقترف لا علاقة له بالإسلام ولا بالمسلمين، لا علاقة له بالقيم الإنسانية التي ننتمي إليها جميعا. نعلن تنديدنا، نعلن استنكارنا، ونعلن يقظتنا لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي يهدد الإنسانية جمعاء. هذه وقفة تضامنية كتنظمها النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وقفة تضامنية مع الشعب الفرنسي ومع كذلك الصحافة الفرنسية وخصوصا جريدة شارلي إبدو اللي تعرضت لعملية إرهابية استهدفت نتجت عليها قتل مجموعة من الصحفيين. هذه الوقفة هي التعبير على الرفض ديالنا للإرهاب والرفض ديالنا كذلك لأنه هو إرهاب ضد حرية التعبير، إرهاب ضد كذلك ضد الديمقراطية، ضد الحرية بصفة عامة، حرية التعبير بصفة عامة.